إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. طبعا نلاحظ هنا ان قضية رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام، الاول ربنا اتكلم على ابو بكر وعمر، على الصحابة فيها، وبعد كده اتكلم على بني تميم بقى والناس اللي جايه تسلم جديدة. يعني طب ليه الترتيب ده؟ لان يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا يستقم بكم. لو انتوا بقيتوا كويسين في الاخلاق واحترام السنة وتعظيم السنة، الناس اللي جاية كلها هتتخرط عليكم. هتبقوا انتوا دايما اي مصنع بيعمل نموذج كده في الحاجة اللي بيصنعها، بقى كده بيخرط كل حاجة عليها، بقى كل حاجة تتخرط عليها. انتوا الموديل، الملتزمين والملتزمات ده الموديل اللي المجتمع كله هيتخرط عليه. فالاول ربنا وجه قدماء الصحابة لتعظيم السنة واحترام النبي عليه السلام، وبعد كده ربنا كلم عموم المجتمع. لان لو انت ما انتش على المنهج ده، مفيش حد من اللي جاي بره هيبقى على هذا المنهج. استقيموا يستقم بكم، يبقى انت البداية. تغيير اللي جوه الجامع هو البداية. لو اللي جوه الجامع والمتدينين اتغيروا، المجتمع كله هيبقى سهل ان هو يتغير. بس المهم الموديل يتعمل، الحاجة اللي هيتخرط عليها المجتمع تطلع، النموذج يتعمل الاول، الحاجة اللي اسطمبة الاولانية تتعمل صح، وبعد كده الكل يمشي عليها. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ولو انهم صبروا، لو الانسان مسك نفسه كده وصبر وقوم اخلاقه لكان خيرا لهم، حتى في الدنيا يا اخي، حتى في نفسية النبي وهو خارج يتكلم معاه. والله غفور رحيم. حلو قوي هنا كلمة والله غفور رحيم. اعرف اخ من اخواننا، هو الوقت من الدعاء يعني في المنصورة المعروفين وكده، كان اول ما التزم زمان كان شادد على نفسه جدا وهتحرم من عطاءات ربنا لو عملت كذا، ولو عملت كذا ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبني بالعقوبات الربانية في كذا. فجي مرة قال لي انا عدت يوميا بشوف رؤيتين تقريبا. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي انا غيرت معاملتي مع ربنا. انا بعد ما كنت بعامل ربنا بالشدة وعلى طول مستني بقى عقوبات الغفلة وعلى طول مستني، قال لي انا بدأت اعامل ربنا بالرحمة، وان ربنا ارحم الراحمين، وانا ضعيف يا عم ولو وقعت او غلطت ان شاء الله ربنا يسامحني واقوم تاني. قال لي من يوم ما بدأت اعامل ربنا المعاملة دي وانا يوميا بشوف رؤية او رؤيتين توجيه من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس ان معاملة ربنا معايا بقت جميلة، وبقى في عطاءات اكتر، وبقى في فتح اكتر. والله غفور رحيم. انت ليه بتشد على نفسك؟ يعني هو ده داخل ربنا بيفهمه صح من الغلط، ولكن في نفس الوقت بيقول له ما تتعقدش، اوعى تدخل الدين وانت فاكر ان الدين عقد، او فاكر ان الدين فيه ناس بتقود الناس الى الله بالعقد النفسية، يقعد يعقده، يقعد يكبته، هتحرم من العطاءات لو عملت كذا، وهتتقفل عليك الابواب كلها وابواب المنح والفتوحات لو عملت كذا، وسيسلب منك الايمان. ايه يا عم، هو انت بتقودني لربنا بالعقد النفسيه ليه؟ قودني لربنا بحب ربنا، قودني لربنا بان انا اعرف حنان ربنا ومنة ربنا وكرم ربنا وعطاء ربنا، وفي نفس الوقت اعرف جلال ربنا وعظمه ربنا، قودني لربنا بالدين مش بالعقد النفسيه. والله غفور رحيم. ان كنتوا انتوا في اول يوم كده اعرفوا ان ربنا غفور رحيم. انتوا غلطتوا بس اعرفوا ان ربنا مغفرته واسعه قوي ورحمته واسعه قوي، وانتوا بتتعاملوا مع اله غفور رحيم. لان ياما ناس انتكست بسبب العقد.